يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بنتكلم فيه للمرة التانية أو للأسبوع التاني عن طريقة الشخص اللي بياخد خطوة في حياته، إن هو بطل دخان سجاير أو بطل دخان شيشة وقرر إن هو يخلي صحته أفضل من كل مرة. فبيبقى الأسبوع الأولاني إن هو وقف خالص دخان، والأسبوع التاني بيبدأ بعدها إن هو ياخد تمرينات رياضة سواء جري أو نط حبل أو أي رياضة ضغط أو أي حاجة تخلي جسمه يعرق. فده الأسبوع التاني اللي هو تقرر فيه إنك أنت تعمل رياضة، ومش هتظبط معاك زي ما أنت ما واخد بالك. ليه؟ علشان خاطر أنت متعود إنك أنت في حاجات كده بتقع منك، فمش لازم إن أنت مرة واحدة كل حاجة تبقى بحذافيرها. يعني أول مرة مش هتعرف إنك أنت تظبط الموضوع إنك تعمل رياضة الجري وتفضل مستمر في رياضة الجري، فبتلاقي الموضوع البديل ليك انك تلعب حبل. وانك انت عشان تلعب حبل بيبقى متاح انك تلعب في المكان اللي انت فيه، في بيتك، في شقتك، في غرفتك. فبتلعب حبل نص ساعة متواصلة، ممكن ما تبقاش متواصلة قوي، وممكن تبقى مثلا فيها لعب ضغط، لعب بطن، بس المهم انك انت النص ساعة انت ما بتروحش تعمل اي حاجة غير انك انت مركز في التمرين ومركز في انك انت تلعب الرياضة دي لحد ما النص ساعة ما تعدي، وبيبقى جسمك في وقتها استهلك جامد درجة حرارة عالية، فبيبدأ يعرق، والعرقان ده بيبدأ يطلع كل الطاقة اللي موجودة في الجسم. الأسبوع اللي بعد منه ممكن تلاقي نفسك عامل حسابك انك انت هتطلع خلال يومين تجري في الطريق، فالمكان اللي انت تبقى قاعد فيه ممكن ما يبقاش مؤهل انك انت تجري. ليه مش مؤهل؟ ان هو مثلا بيبقى موجود في على الطريق مثلا عربيات نقل تقيل، في موجود عربيات كتيرة، في ناس، في كده، بحكم ان التوقيت اللي انت بتجري فيه سواء الساعة 4 الفجر او الساعة 3 او الساعة 5، فبيبقى في ناس بتبقى ماشية الصبح رايحة على شغلها. انت بتبقى حابب تبقى ماشي في مكان خالي خالص مفيش اي حد يعني طول ما في ناس في الشارع هتلاقي في ده مدخن سجاير، ده مش عارف بياكل ايه، ده بياكل ايه. فهي روايح انت بتشمها وانت ماشي في الطريق او انت بتجري، فبتخليك النفسية تبقى مقفولة بسبب انك انت بتجري وصدرك فاضي، بيبدأ يتفتح على الهواء النظيف اللي موجود في الجو. فلما يكون المكان سالك، مكان زي طريق سريع ومنه لطلع الدائري او منه لجنينة او منه لطريق سريع على شط بحر او كده، المهم انك انت تستغل المكان اللي مبيبقاش فيه عدد ناس ماشية، لان طول ما فيش عدد ناس ماشية بتلاقي الجو نقي والمكان هوا نقي فيه كده، تقدر انت تجري براحتك خلال التوقيت اللي انت عامله تايم لنفسك. والتزامك انك كل يوم بتجري او كل يوم بتعمل رياضة جيم، رياضة اي رياضة انت بتحب تعملها على مدار يومك او بتبدأ بيها كل يوم الصبح، فده بيساعدك انك تطور جسمك وتطور مهارات عقلك وتطور مهارات جسمك، والدم بيحصل له حركة مرور سريعة في الجسم. لان احنا عارفين ان كل ما انت ما بتجري كل ما جسمك ما بيسخن، ولما جسمك بيسخن بيفرز هرمونات بتساعد ان في خلايا بتتجدد في المخ وفي الجسم، وده بيساعدك انك انت تاكل بشكل اكتر ويبقى في تركيز اعلى على مدار اليوم. ونصيحة، حاول تخلي يومك دايما بدايته انك انت اول ما تصحى من النوم بتغسل وشك وبتنزل تجري او بتنزل تاخد التمرين بتاعك. ده اول حاجة تعملها، عشان لما تتعود على حاجة زي كده ويبقى ده الروتين بتاعك، الدنيا بتاعتك بعد كده يومك بعد كده بيتظبط للأحسن وللأفضل. بعد كده بتبدأ انك انت ان كنت هتقرأ في حاجة، ان كنت هتذاكر تحفظ حاجة، ان كنت هتاكل لقمة، بس المهم انت تبدأ يومك بالرياضة عشان خاطر ده اللي هيساعدك ذهنيا انك تكمل بقية يومك، وهيساعدك جسمانيا انك انت ما تبقاش متكاسل عن حاجة بتعملها. ودي من ضمن الحاجات اللي تخليك تبقى ناجح في حياتك. في اماكن ممكن تبقى انت شغال فيها وانت جسمك متكاسل وعقلك عايز تنام، بس لما تيجي تلعب رياضة وتبدأ يومك بالرياضة بتحس نفسك نشيط، والنشاط اللي جواك ده بيخليك انك انت عاوز تبدأ في يومك. ودي حاجة تانية، انك انت لما تخلي روتينك الرياضة
زي بالظبط كده اللي كان مخلي روتينه ان هو يصحى الصبح ويشرب كوبايه الشاي او القهوه مع السجاره، فبيبقى الروتين مع المتعه الاتنين بقوا مربوطين ببعض. فانت خلي الروتين بتاعك انك اول ما تصحى من النوم تلعب رياضه، واول ما تلعب رياضه جسمك يعرق، فلما جسمك يعرق تدخل تاخد دش ساعه كده، فانت بدات يومك بطاقه متغيره. تبدا بعدها انك كنت انت هتجهز امورك تنزل تشتغل، او انك انت هتجهز امورك بانك انت هتبدا تذاكر او هتبدا تعمل حاجه اللي انت بتشتغلها اونلاين او كده. فالمهم ان ده اللي كنت بتكلم فيه دلوقتي، ان ده الاسبوع التاني في ان انا اول اسبوع كنت بجري كنت بقى بلعب الحبل، الاسبوع اللي بعده ما ظبطتش معايا ان انا كل يوم اجري، فكانت يوم او يومين ان انا اجري بس. الحمد لله لما جيت النهارده اختم اخر الاسبوع ان انا اجري، كانت الموضوع بالنسبه لي سهل عن اللي قبل كده. لانك انت لما تيجي تلعب الجيم، لما تيجي تلعب رياضه، اخر اليوم او تاني يوم بتلاقي نفسك جسمك كله مشدود بسبب انك انت عملت مجهود على جسمك، فده مش غلط. ولكن اللي انت تبقى عامل حسابك وواخد بالك منه ان دي بتبقى البداية، لكن لما تبقى مستمر في الموضوع جسمك بيحصل فيه ليونة، بيحصل فيه مرونة، انك انت بتبدأ تاخد على اللعبة دي، وبتبدأ انك انت تتأقلم باللعبة دي، وبتبدأ تبقى جسمك متشبع بيها ومستريح مع اللعبة دي لانك انت استمريت فيها فترة طويلة. فنصيحتي انك انت تكمل، لو انت في طريق الرياضة في طريق الجيم كمل وما تقفش خالص، لان ده انسب حاجة وافضل حاجة لجسمك ومن بعدها عقلك، فتقدر انك انت تطور نفسك وتبقى في مود كويس طول الوقت. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. ولو انت عندك كومنت ولا عندك اي حاجة عاوز تكلمني فيها بخصوص الرياضة او بخصوص روتينك الصبح او بخصوص اي حاجة حابب تتكلم فيها، تابعنا على الكومنتات وبرد عليكم. واتمنى ان شاء الله تعملوا اشتراك للقناة عشان حتى نقدر نتوسع ونكبر اكتر في كل مكان. ونهاركم ابيض وزي الفل. السلام عليكم وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وعليه انيب، والسلام ورحمة الله وبركاته.